بقالي فترة كل يوم بنزل لكم في الستوري بتاع الانستجرام طريقة المذاكرة بتاعة اليوم والخطة لليوم وبنعمل ده سوا، وانا بسكرول لقيت الفيديو بتاع انجي مخططة بالشهر، فقلت ليه ما نعملش كده ونخطط حاجات شهرية نحط فيها اهداف وطموحات للشهر ده علشان نبتدي ان احنا نحققها. طبعا هي جابت قهوة، بغض النظر ان انا بحب الايس كوفي جدا بس انا جبت ليمون عادي. المهم، وفعلا بدأت ان انا انفذ الخطة وان انا اعمل خطة شهرية. وبعدين قلت خلاص احنا هنكتب ده سوا، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اديكوا كذا بوينت كانوا في دماغي ان احنا مهم ان احنا نحطهم في الشهر وممكن تعملوا الخطة دي معايا. طبعا مفيش استغناء ان انا هفضل كل يوم اشاركه في الستوري خطة المذاكرة بتاعة اليوم وهنعمل ايه كل يوم بيومه. فلو انتوا حابين تشاركوا معانا في خطة المذاكرة دي تقدروا تروحوا على الستوري على الانستجرام، هتلاقوا الانستجرام في الوصف وفي اول كومنت مثبت. المهم خلونا نكمل سوا. عايزه اقول لكم كمان حاجه، انه الانستجرام هناك كمان بسيب لكم مساحه ان انتوا تنزلوا الستوري عندكم وانتوا كمان تشاركوا خطه مذاكرتكم بتاعه اليوم. المهم دي اول مره اعمل حاجه يكون فيها فويس بس مش صوت. مش حاسه ان الموضوع ألذ حاجه لانه مش سهل عليا قوي، ما عملتش ده قبل كده. وفي نفس الوقت فكره اني اصور، بعد ما صورت وخلصت اكتشفت ان ما شاء الله انجي كانت مبدعه. هي عارفه هتصور ايه وهتعمل ايه لانها غالبا بتعمل ده بشكل شهري. ولكن انا ما كنتش عارفه قوي، فبعد ما خلصت اكتشفت ان الكلام مش ظاهر قوي. انجي كمان كانت مشغله وهي بتكتب بودكاست. انا البودكاست او اي حد بيتكلم عموما بيشتتني جدا، لكن لو اناشيد دينيه او حاجه حماسيه ده بيزود من عزيمتي اكتر وانا بكتب الحاجه او انا بحضر في الحاجات. فقررت انه لا، هشغل اناشيد دينيه. وكنت مستلطفه جدا الموضوع وحابه قوي فكره ان انا الون واعمل اشكال وتفاصيل. اي حد بيتابعني فيسبوك او انستجرام عارف كويس جدا 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 انه الالوان والرسم بالنسبه لي هو اكتر حاجه ممكن تغير مودي او اكتر حاجه انا بحبها. المهم نسكب الموضوع ده ونبدأ في الخطة. فقررت أنا أشرح لكم بالتفصيل إيه اللي أنا عملته بما إن هو ما كانش واضح قوي. بس إن شاء الله بعد كده هصوره بشكل يبقى مرتب أكتر من كده. وكمان في كل مرة هقول لكم الحاجات اللي فعلا أنجزناها أو ما أنجزناهاش في آخر كل شهر. فهقول لكم دلوقتي إيه اللي حصل وإيه اللي أنا كتبته وفضلته، وانتوا كمان هاتوا ورقة وقلم وهيئوا نفسكم علشان تكتبوا الأهداف بتاعة الشهر ده، الحاجات الأساسية اللي المفروض تخلصوها أو تعملوها، سواء كانت مذاكرة أو تحضير لحاجة معينة أو حاجة بتحبوها أو عادات عايزين تكتسبوها أو حاجات عايزين تبطلوا ان انتوا تعملوها. فهتركزوا عليها في خلال الشهر، وما تنسوش تسيبوا خانة كده للإنجازات عشان تدوا نفسكم بوش لما تخلصوا حاجة من الحاجات اللي انتوا حاطينها. وممكن كمان تحطوا حاجة ليها علاقة بالعلاقات الاجتماعية عموما في حياتكم او التطورات اللي انتوا حابين تبقى موجودة فيها. يلا بينا نبدأ وهقول لكم دلوقتي ايه الحاجات اللي انا بدأت اعملها. اول حاجة انا بدأت اكتب كلمة اغسطس بطريقة كبيرة كده زي انجي، لان عجبني قوي قوي قوي. كنت مغرمة، انا اصلا اللي خلاني ابدأ اخد ستاب في حياتي ان انا اكتب خطة شهرية. انا كده كده بكتب خطة كل يوم لليوم لان دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، وهفضل اعمل ده وهفضل بنزله في الستوري دايما لانه انتوا اديتوني بوش قوي. بس فكرة تخطيط الشهر هي اللي جديدة عليا، ما كنتش بعمل ده خالص في حياتي. بس انجي يعني مبدأ انا شدتني عيني قوي لكلمة اغسطس هي ملونة، وبعدين شدني قوي باقي الكلام. فقلت واي نوت، احنا ممكن نعمل حاجة زي دي. فمعلش يا انجي احنا سرقنا الفكرة وبس. عايزه اقول لكم اهم حاجه ان انا مش بشارك معاكم الفيديو ده لوحدي، السيد ايمن بيشارك معانا، فرحبوا بايمن يا جماعه. المهم اول حاجه عملتها هو موضوع اغسطس ده كده بشكل كبير قوي. وبعدين بدات ان انا اعمل الاهداف. كنت مركزه بشكل اساسي على الحاجات اللي كنت عايزه اخلصها في المذاكره. اللي متابعني على الانستجرام فاهم كويس قوي. ده صوت ايمن عادي يا جماعه بيلعب. اللي متابعني على الانستجرام فاهم كويس قوي ان انا بدأت في مذاكرة حاجة كده بالنسبة لي صعبة جدا، ووقفت كمان تخصص عشانها، والحاجة دي هتاخد حوالي 3 سنين. انا عارفة ان هي تكاد تكون مستحيلة.
اني احققها، لان عارفه ان ده صعب قوي بالنسبه لاي دكتور. بس انا بحاول، لانه يعني بقول لنفسي انه احنا مش داخلين سبق، مش كل واحد فينا لازم يخلص عند تارجت معين دراسة عشان يفتح عيادة ولا مش عارفة ايه. لأ، المبدأ في الآخر انك تكون اتعلمت صح، تكون قضيت حياتك في حاجة مفيدة حبيتها. فخليك بتحلم دايما، وأي حاجة بتحلم بيها لازم تسعى لتحقيقها مهما إن كان ده صعب. ولو ايه اللي حصل فيه، المهم انك تحاول، عشان في الاخر حتى لو حاولت وفشلت هتقول لنفسك على الاقل انا حاولت. مش هتوصل للمرحله بتاعت يا ريتني كنت عملت الحاجه الفلانيه. هي خطوه صعبه جدا، اخدت فتره كبيره قوي 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 عشان اقرر ان انا اعمل كده، بس الحمد لله. كانت من ضمن الاهداف عندي اول حاجه ان انا اخلص الكارديو الشهر ده. بعد ما خلصت الفيديو، انا اصلا عملت الفيديو ده كنت بكتبه وانا حوالي كان 9 ايام في الشهر او 10 ايام في الشهر بدأوا. فقررت بيني وبين نفسي لا، انا مش هينفع اخلص الكارديو، لان الكارديو محتاج من 30 ل 31 يوم. فهو اكشلي انا عايزه اخلصه في شهر، بس مش شهر اغسطس، وهيتبقى منه شويه في شهر في الشهر الجاي. بس تاني حاجة كتبتها وكنت بحاول أركز فيها جدا إن أنا أدي لآمن الدراسة. الدراسة بتاعت آمن، ناس كتير قوي ما قدرتش تفهم ده عندي على الانستجرام. بس دراسة آمن ان انا اعلمه الحروف كل يوم بمخارجها. ده هو مش فاهمه قوي، لانه آمن مش كبير يا جماعة. آمن ما شاء الله اللهم بارك، يعني يا دوبك 5 شهور كده. بس المبدأ ان انا احاول اعلمه، احاول اتكلم قدامه، احاول اديله تفاصيل على حاجات مهمة في يومه نتكلم عنها. احاول ان انا اعلمه زي ما قلت لكم نتكلم كتير قوي عن التنمية لنفسه، عن القرآن بتاعه، اهم حاجة مخارج الحروف. وفي نفس الوقت كمان مثلا بعمل له زي قصة كده، وبحط كشاف في السقف، واحاول بالخيالات ان انا احكي له قصة، لان احنا ممنوع في بيتنا تماما التلفزيون والكرتون والموبايلات. حتى لو حد فاتح موبايل ما ينفعش يبقى جنبه، استثناء بس دلوقتي عشان النت قاطع وانا محتاجة امنتس ده ايمن عادي انا بلعبه. المهم، فدي كانت اول حاجه كتبتها. تاني حاجه، في ثالث حاجه في الاهداف كانت ان انا احل على الكارديو زي الامتحان، يعني ادخل نفسي في نفس مود الامتحان بنفس الضغط بتاعه، واحل اسئله قريبه من اسئله الامتحان بصعوباتها كلها. وكان بعد كده كمان ان انا كتبت اوفر وقت اكتر لاحمد. كانت من ضمن الاهداف، لانه اللي متابعني على الانستجرام عارف من خطه اليوم شبه صعب قوي 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 ان انا اوفر وقت. فبس فكره ان احنا نوفر وقت اخر اليوم عشان نتكلم نحكي تفاصيل اليوم، فيفضل في ما بيننا تواصل. فانا حابه يكون في وقت اكتر، حتى لو كام ساعه في الاسبوع نخرج فيها او نعمل فيها اي حاجه لذيذه يعني. بعدين 5 هدف بالنسبة لي ان انا اوفر جزء كبير، او اكتب يعني اخلص او انجز جزء كبير من كتاب التربية بتاع آمن. الكتاب اللي انا كنت حكيت لكم عليه في فيديو قبل كده، الحاجات اللي انا كنت بكتبها له. هسيب لكم الفيديو برضو في اول كومنت مثبت، وكمان هسيبه لكم في الوصف علشان لو انتوا حابين تشوفوه وتفهموا انا بتكلم على ايه. من تحت كده حبيت اعمل حاجه لذيذه قوي، ان انا اعمل الايام واعلم على الايام اللي خلصت بالمربع. آمن يا حبيبي بسم الله بسم الله عليك. فاعلم على الايام اعلم على الايام بمربع لما اليوم يخلص. وطبعا الشهر ده من اكتر مميزاته ان هو 31 يوم، فهلحق انجز حاجات اكتر من الحاجات اللي انا عايزه انجزها. عايزه اقول لكم ان انا بحكي لكم الموضوع، آمن قاعد قدامي، فانا ببص له كأن انا وهو بنتكلم فهو حاليا بيتفاعل يعني. المهم بعدين بعد ما كتبت الايام وعلمت على الايام اللي هي خلصت، اللي هي حد كان يوم 9
بعدين من فوق عملت خانة للإنجازات كتبت فيها عشان وسبتها فاضية عشان الإنجازات أو الحاجة اللي حققها أكتبها أو تبقى يعني أحس أنا أنجزت حاجة لما بوست للكشكول ده، فكل حاجة حققها أكتبها. وبعدين رحت فورا للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها كانت بالنسبة لي ما كنتش عارفة قوي ايه الحاجات اللي ممكن اكتبها، لان انا في الحقيقة عقلي منظم جدا في مواضيع أساسية زي مواضيع الدراسة، زي الهدف الأساسي من اليوم أو من الحياة أو من تطورات مثلا في نفسي أو في أيمن أو في البيت. فهنا كان مفروض مني أني أكتب العادات، الحاجات اللي حابة أبطلها أو حابة أكمل فيها. فأول حاجة كتبتها أني أبطل أسمع نميمة وأوقفها. انا من الحاجات السيئه جدا مع نفسي، حاولت كتير جدا اني اوقفها، معرفتش. ان انا لما بقعد مع حد بينم على شخص تاني ما بقدرش اوقفه، وبحارب نفسي كتير جدا انا ما اتكلمش معاه، والحمد لله اوقات كتيره جدا بنجح. وفي نفس الوقت ما بقدرش اقوم، بحس انها محرجه. فدايما عايزه افكر نفسي بالنقطه دي ان دي من الحاجات اللي عايزه ابطلها، ولازم اعلم الناس دي انهم يوقفوا عند حدهم ويوقفوا كلام في وجودي، فبالتالي يبقى خلاص ده جزء اساسي يعني من اليوم نفسه. تاني حاجة كتبتها اني انمي نفسي بالتدريب على الصبر. انا شخص صبور الى حد ما، اللهم لك الحمد، ولكن في امور كده بتستفزني فبتخرجني عن شعوري، وانا عايزه اوصل للمرحله دي من التدريب على الصبر. انا زمان ما كنتش صبوره خالص بتاتا، فمع التدريب الموضوع ده هدي معايا جدا الحمد لله، فبقيت شخص صبور جدا جدا جدا. حتى فايز المشاكل دايما بيقولوا انا بارده، بس انا يعني بقيت صبوره جدا. لو حابين اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده قولوا لي، وانا هقول لكم حاجات تبعتها يعني عشان موضوع الصبر. فعايزه انمي نفسي اكتر انه الحاجات اللي تطلعني عن شعوري تماما مهما حصل ضغط رهيب من اللي قدامي ما وصلش لنفس التعامل ده خالص. تالت حاجه كتبتها كانت الدعاء للغير. دي حاجة كنت بعملها من فترة، دلوقتي وقفتها معرفش ليه. ان انا كنت بدون سبب اي حد اشوفه بكرهه او بحبه، قال كلمة لذيذة ما قالش كلمة لذيذة، سلمت عليه عادي، جه عندنا البيت، ايا كان مين الشخص، طفل كبير صغير ايا كان، اقول له دعاء او ادعي له بحاجة. وخاصة لو الحاجة دي أنا عايزة أحققها لنفسي بدعي له بيها كتير جدا. واكتشفت إن الدعاء ليه فضل كبير قوي 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 في تربية النفس، في إن أنت تتعود إنك تحب الغير الحاجات، في تطور نفسك، في شغفك للحياة. اكتشفت إن الدعاء الصراحة كان مبهر، فمش عارفة ليه وقفتها، فعايزة أعمل كده جدا. آخر حاجة كتبتها القيام، عايزة أفضل مواظبة على القيام، لانه قعدت فتره كبيره قوي شويه بصلي القيام وشويه لا، وبعدين دلوقتي بدات ارجع شويه، بس احيانا مع الضغوطات فعلا ما بقدرش اجيبه. فعايزه الشهر ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان انا اواظب على القيام. العبادات بعدين بقى بعد ما خلصت جزء العادات حطت لكم من تحت الصور اللي انا بدبسها دي. الصور اللي انا دبستها دي ان انا كتبت على الايباد قبل ما ابدا خطة كده لمذاكرة كل يوم، ان انا كل يوم هحتاج اذاكر قد ايه من الفيديو علشان اخلص الكارديو في شهر. فكانت الخطة في دماغي وقتها ان انا هذاكر كل يوم ساعة ونص. بعد فترة دلوقتي يعني وانا بسجل اكتشفت الموضوع ساعة ونص ده يكاد يكون مستحيل، فالموضوع اكبر مني بكتير قوي. فساعة ونص عشان انا كنتش حاسبة ال10 ايام دول، فعشان كده قررت لا، هما اصلا هيتذاكروا على شهر، هيبقى لذيذ الموضوع قوي، فكل يوم هيبقوا 45 دقيقة. فبعد الفيديو ده انا غيرت اصلا الاستيكر دي وعملت واحدة تانية خالص. المهم بعدين كتبت على جنب المحتوى. موضوع المحتوى ده كان بالنسبة لي مش يعني صعب جدا جدا جدا، وانا بحاول اضغط على نفسي ايه اللي ممكن اعمله في الشهر، لان انا اصلا بصور بصعوبة بسبب ايمن والمذاكرة وضغط اليوم. برضو تاني لو انتوا بتتابعوني على الانستجرام هتشوفوا قد ايه في الستوري في ضغط فعلا في اليوم رهيب. فموضوع المحتوى ده ما بقاش اسهل حاجة دلوقتي معايا. فقلت
قلت لنفسي ان انا على الاقل من الحاجات اللي انا خططتها يعني المحتوى ان انا على الاقل اصور فيديو طويل واحد كل اسبوع، على الاقل فيديو واحد بس كل اسبوع ينزل. بالمناسبه القفص الذهبي كل الناس فيكم حكيت لي على قد ايه استفدتوا، قد ايه عايزين الفيديو التاني. المساله بس ان مرح كان زوجها مريض شفاه الله وعافاه يعني، وانا الوقت عندي مش ألذ حاجه عشان كده، لكن احنا ان شاء الله مخمنين فيه يعني. المهم ان ما في فيديو طويل على الاقل في كل اسبوع، في فيديو واحد طويل وفي 4 قصيرين بس من كل اسبوع يعني. وافضل اذاكر معاكم في الستوري بتاع الانستجرام. ده كان بالنسبه للمحتوى واهدافي في موضوع المحتوى. طبعا الحمد لله كده نزلت لكم فيديو طويل خلاص. المهم تاني حاجه العبادات الحاجات اللي انا عايزه يعني اداوم عليها ويبقى لساني متعود عليها بشكل اساسي. اول حاجه كانت الاستغفار، تمام. تاني حاجه في العبادات كان القران، لان انا الحمد لله بقرا ورد بس بقالي فتره ما براجعش حفظ، فعايزه ابتدي ان انا اراجع حفظ. وكمان برضو اللي بيتابعنا على الانستجرام في الستوري احنا بننزل اصلا، انا بنزل اصلا من ضمن خطه المذاكره القران سواء قراءه او حفظ يعني. بعدين ثالث حاجه في العبادات كانت التدبر، ان انا على الاقل كل يوم اقرا تدبر لايه او اتعلم تدبر لايه واحده بس، مش عايزه يعني اكتر من كده. اخر حاجه حطيتها هو ان احمد عملت له خانه كده لوحده، ان انا كنت بقول ان عايزه احافظ على الكلام اخر اليوم، يعني عايزه احافظ ان احنا اخر اليوم بنحكي تفاصيل اليوم وايه اللي حصل معانا. لانه ده حاجه مهمه جدا، شرحتها لكم كتير قوي، في ناس فهمتني وفي ناس لا. كنت بقول لكم انه مثلا لو حصلت مشكله ما، كل واحد فينا بيفكر في المشكله من وجهه نظره هو، ففي احيانا بنزعل وما بنعرفش نقول ايه السبب اللي مزعلنا، واوقات بتتراكم المشكله دي جوانا واحنا ما بنبقاش عارفين ان هي اتراكمت. فلو احنا اخر يوم كل واحد حكى تفاصيل اليوم من وجهه نظره، هتتحكي المشكله دي من وجهه نظر الطرف التاني، فبالتالي محدش هيشيل جواه حاجه. فدي مهمة جدا 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 ان انتوا تتكلموا اخر اليوم. طيب تاني حاجة كتبتها في موضوع احمد هو ان انا افضل بسمع، لان انا بحاول ادرب نفسي كتير جدا ان مع احمد بالذات مهما ان حكالي اي حاجة اديله مساحته، ان هو ان المفروض ان انا اكون زوجته وصاحبته وحبيبته. فالمفروض لما يجي مش كل حاجه يحكيها لي او ما انا نطه بقى ومتخانقه واعمل اوقات كتيره جدا لازم نعدي وكاننا ما سمعناش اي حاجه ونتكلم كاتنين صحاب. فانا بحاول اشجع نفسي على النقطه دي كتير. اخر حاجه كنت بكتبها في الصفحه التانية لما رجعت لها هي نصيحه لنفسي. كنت بقول ان انا عارفه ان الشهر اللي جاي صعب بس ربنا هيعين. صحيح مش هنعمل حاجات بنحبها بس هنوصل للحلم باذن الله، وثقي في الله. 3 سنين دول هيعدوا بحلوهم ومرهم وهيكون عوض ربنا كبير جدا. وبس كده. وقلت لنفسي ان انا هعوضك باذن الله، ماشي. انا كنت عايزه اعوض نفسي يا استاذ ايمن، مش اعوض ايمن، ماشي. وبس هنا الفيديو خلص. اتمنى تقولوا لي لو حاجه زي دي فادتكم ولا لا، وهل اعملها فعلا كل شهر ولا لا. وقولوا لي لو انتوا كتبتوا كمان قولوا لي هل فعلا ممكن تلتزموا بده ولا لا. لو انتوا متابعيني على الانستجرام عرفوني هل اللي احنا بنزله فعلا بيفيدكم ولا لا. وبس دمتم بخير يا جماعه.